يقول: كيف التعامل مع أصحاب الحراك؟ هؤلاء يجرون المجتمعات إلى ضياع وهم عملاء. هم عملاء وتجار الاشتراكية الذين في الإمارات والذين في قطر في السعودية وفي مواضع كثيرة تدعم هذا الحراك، سواء الحراك على الدولة أو على الدعوة، تدعمه دعما مكثفا، والله أعلم من وراءهم. الحراك هذا وراءه من يريد الشر للبلاد. وكان أخ رد على بادح عبد الرحمن بادح الحزبي المفتون الذي ما من حزبية سواء حق أبي الحسن أو هذه إلا ويرتكس فيها، ويقول: ألم آخذ أنا وأنت، أو ألم آخذ حق المدرسين ولم يأخذ فلان عملة إماراتية بتلك العملة، وألم تقل لي أنت وتصرح لي أنكم عندكم كفالة داعية أو عندكم رواتب مدرسين من كذا وكذا. وقرره تقريرات جيدة لأنه كان معهم وكان ممن يأخذ معهم، وهي انتفاخة ما هي يسيرة، يعني أشد من كفالات أبي الحسن. أبو الحسن كفالاته محدودة، حدود 500 الظاهر، كان يعطيه 400، وهؤلاء اشتروهم بالأموال. فكم من واحد لحيته تملأ صدره لا تدري إلا ولعابه يسيل بعد تلك العملة. صحيح. وأنا ما رأيت، أنا ما أرى، وهو الحقيقة أنها أعمت أبصاره الفلوس، العملة الصعبة. أنا ما أرى، أنا ما أرى. أعني بذلك أن هذا الحراك شر. فمن أين لأصحاب الحراك لكل مظاهر مثلا 3000 4000 5000؟ من أين يشترون المظاهرين شراء ويجمعون لك الصعاليك والفرغ ويعطون هذا، يقول له هذه وزعها بين أصحابك وظاهروا، هذه وزعها لكل أصحابك وظاهروا، وخلص. وهذا يخرج معه مجموعة من شلته وأصنافه، وذاك يخرج معه مجموعة من شلته وأصنافه، والناس يقولون الشعب ثائر، والشعب بعد الفلوس. الشعب ثائر من أجل العملة، اشتروهم. وربما أدى ذلك إلى أن هؤلاء يقتلون أو يقتلون أو يستحلون بعض الأموال أو يكسرون أو ما إلى ذلك، همجية. ومع هذه الهمجية تدخلها عقيدة فاسدة يتوغل فيهم الشأن. عواقبه وخيمة هذا الحراك، وواجب على أهل الحل والعقد أن يبادروا بإنكاره وأن يصرخوا ببيان بوارع، فإنه عواقبه مثل إراقة الدماء ومثل زعزعة الأمن بشتى أنواعه. وإن كانوا يسمونه الحراك السلمي ما هو صحيح، فلقد بدرت منهم الفتنة في عدن وفي كذلك عدة أماكن كما تعلمون، والقتل والقتال والظلم والبغي والعدوان والعصبية والعنصرية. ولقد أثبت بعض الناس، والقرائن تؤيد ذلك، أن أسامة بن لادن هذا الذي يسميه بعضهم البطل، أن بناته تدرس في إيران، هو ما أدري في جرف يقولون بندرس في إيران، وبعض أبنائه في بعض بلاد الغرب. لما لا يكون إن كانوا يعرفون أنه على غير أنه يخالفهم ما يمسكون أسامة، ولا كذلك أيضا يبالون بأولاده ولا شيء من ذلك. أسامة حقق لأمريكا ما لم يحقق لها غيره في كثير من العصور، فهو الولد البار لها يعتبر.
وأصحاب أسامة من أصحاب المحاكم أو غير أصحاب المحاكم منهم على فكرته في بريطانيا يرتعون ويلعبون، وتمدهم وتغدق عليهم وتكرمهم لأنها اليد اليمنى لتناول خيرات بلاد المسلمين، يعتبرونه اليد اليمنى لتناول خيرات بلاد المسلمين والضرب لها، فيضربون المسلمين بعصاهم. لا ينبغي لمسلم أن يكون مغفلا. والحراك يعتبر أيضا في صالح أمريكا وفي صالح أماكن كثيرة الاشتراكية الذين يسعون إلى تقسيم اليمن إلى 4 أجزاء: جزء صعدة، جزء صنعاء، جزء عدن، جزء حضرموت، 4 دول. هكذا يستهدفه من يريد هذا الشر بالمسلمين. ثم أيضا هذا التقسيم سيأتي عفويا، يعني عبارة أنها خبزة قطعوها. هذا التقسيم ما سيأتي إلا بدماء وهلكة وحدود ودويلات ويعني ترميل نساء وتيتيم أطفال وإزالة إضاعة ممتلكات وغير ذلك من المهلكة. سيأتي بالهلكة للبلاد وإذهاب خيراتها والفقر المدقع والسرقة والتلصص والعمالة تكثر. نحن عندنا ما زالت في البلاد اليمنية عمالة بشدة، لكن تكثر عند الحروب. فهذا هو الاستهداف. اليمن بخير وربي بخير، اللهم اشهد يا رب. اليمن بخير، فيه ما يحتاج إلى إنكار وفيه ما يحتاج فيه بلاء من المعاصي في كثير من البلدان، وأهل السنة جادون في إنكار هذه المنكرات بأقلامهم وألسنتهم وأفعالهم وأحوالهم وبشتى ما يستطيعون. نسأل الله أن يجزيهم خيرا. هم الذين إن شاء الله يصلحون المجتمعات على ما جاء به الكتاب والسنة. وهكذا أهل الحل والعقد عندهم يعني مما يدور في عقولهم، مما يخافون على كراسيهم، مما يبعد الشر، أشياء تبعد الشر. وهم مسلمون يخافون الله ويراقبونه، وإن لم يكن في كل المسائل ففي كلها. لهذا كان اليمن بخير. انظروا الآن على خير في البلاد اليمنية دعويا، وحتى والله أمنيا بالنسبة لما فيه البلدان الأخرى من الشر ومن السيطرة. أمريكا تفرض رأيها على بعض البلدان وتجعل شرط حقها على أسمائهم تلك تجوز خلال الديار، من وجدته يخالف ما ترتضيه أخذته في حكومها توصل أمريكا. طيب هؤلاء إيش شأنهم؟ هؤلاء ما صاروا دول، ما صار أيضا لهم سيطرة ولا صارت لهم مكانة، ولكن صاروا عبارة عن محافظات كما تسمى لأمريكا، شكل محافظات. أما عندنا ما في من هذا شيء، فيه سيطرة لكن ما هي هذا السيطرة. وفيه من هذا أيضا ما يتعلق من الفساد، لكن ما يزال الخير يحارب الفساد ويدفع ويدحره. والعلم والسنة والخطباء والوعاظ والمساجد مليئة بمن يقول قال الله قال رسوله. والخير اليمن بخير. الذي يسعى في زعزعة هذا الخير هم الأشرار، والذي يسعى في إنكار المنكرات مع الحرص على بقاء هذا الخير هم الأخيار. يعني لا إفراط ولا تفريط. المنكرات يجب إنكارها. كل ما في منكر ترى منكرا أيها الداعي إلى الله بين ذلك المنكر وانكره بما تستطيعه من قوة علمية وبكل ما تستطيعه من حجة وبيان وإيضاح، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وهذا فيه سلامة العباد والبلاد. ودعك من أولئك الذين هم لا يعتنون بأمور دينهم. أما هؤلاء الحراكيون فأشرار، وهم قسمان وملتقاهم واحد. الحراكيون على الدولة والحراكيون على الدعوة ملتقاهم واحد. وقد سئل فيما ذكر ذلك الكاتب
سئل عبد الرحمن عن لماذا ما يعني ماذا يعني هؤلاء ما تنكرون عليهم ولماذا ما قال هؤلاء لهم مطالب. طيب لهم مطالب يثورون، لهم مطالب يطالبون بها الدولة أمامهم ولهم حق، لكن هل لهم مطالب يقرون على هذه الفتنة ولا هذا الشر؟ فإذا مركز حراكي وفكر حراكي أصلا وفصلا. يستطيع أي واحد من عادي الناس أن يقول هذا لا يجوز، فليس له عذر في إنكار المنكر بقدر مستطاعه، ولكن وافق شن طبقه. والقوم ما خرجوا من هنا من أجل علم، خرجوا من أجل دنيا، والحراك يمد، لهم أموال ولهم كذلك في مغتربون كثير ولهم أغراض، والله أعلم من وراءهم من المغرضين من دول. الحراك يمد، ولهذا خلاص استراحوا، أهم شيء يأكل بيملأ بطنه ويفخفخ له على سيارة آخر موديل. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الحراك. تكرر الكلام عنه كثيرا. أنا والله أبغض هذه الفتنة بشتى أنواعها، سواء كانت ثورة في الصعدة أو كانت تلك الثورة في الجيول، لكن الحمد لله قد الذي يسألون الله عنه بيناه ولله الحمد، ونسأل الله يجعل البركة في الحق ويقبل بقلوب الناس عليه. يقول أيام واحد من خطبائه يقول أيام الحزب كان حالنا طيب. صاليون يا رجال، من هنا ثاروا، عملوا عصبية منتنة، يعني عصبية وحراك من هنا، والله لا يجهل ذلك إلا مغفل. ما يأتي انفصال الدول إلا بمثل هذه الأمور بالدنيا بالدراهم. يقوم من يكون له أغراض يدعمه دول أخرى ويشتغل من هذا الشغل ويفسدون العباد والبلاد.